السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ان هو يعجبكم، بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل الكشري بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. هنا الحمص حطيته على النار يتسلق، ده نقعاه 5 ساعات او ممكن تنقعوه من بالليل لتاني يوم. وحطيت معلقة ملح عليه. هنا حطيت حلة ومليتها مية عشان اسلق المكرونة. حطيت عليها معلقة ملح، وهحط معلقتين زيت. هنا معايا مكرونة سباكيتي ومكرونة صغيرة. اهي المية غليت بقى. هحط كده فيها هشوف بقى المكرونة استوت ولا ايه بايديا كده. هنا معايا عدس وشعرية واتنين مكعب مرقة والرز. بتعاير الرز حسب ما انتوا عايزين. جبت حلة على النار وحطيت فيها زيت. احط الشعرية كده بالشكل ده عشان احمرها. هقلبها بقى بالشكل ده لحد ما تاخد لون ذهبي معانا. بدأت تاخد اللون اهي بالشكل ده. غسلت الرز والعدس. انا ما بسلقش العدس، لما بتعملي كده بيبقى سوا كويس ومبقاش مهري معاكي. جربوه بالطريقه ده وهيعجبكم. حطيته كده بتعاير الرز اللي انت محتاجاه. الشعريه اتحمرت معانا وغسلت الرز والعدس وحطيتهم عليها. هديلهم تقليبه كده مع بعض، وبعدين اعاير الميه اللي انا على مقدار الرز، واحط الميه والمكعب المرقه واشوف الملح بقى بتاعه. بتظبط الملح حسب كل واحد ما هو عايز في ناس بتحب ملح خفيف، حسب رغبة كل واحد. عايرت المية وحطيتها كده. جبت 2 مكعب مرقة دجاج. بتحطي مكعبات المرقة وبعدين تدوقي الحدق بتاعه، وتظبطي بقى الملح بتاعه. كده هنقلبه بالشكل ده مع بعض. اتمنى بس يا جماعة اللي وصل في الفيديو لحد كده يعمل سبسكرايب للقناة ويعمل شير للفيديو. هسيبه بقى كده على نار عالية لحد لما يغلي، وبعدين اهدي عليه النار. كده حطيت له الملح اهو. سيب النار عالية عليه بقى لحد لما يتشرب المية بتاعته، وبعدين نهدي عليه النار كده لحد ما يدخل في السوا. كده اتشرب المية اهو. هديت عليه النار خالص يستوي بقى براحته على نار هادية. وكده استوى معانا، مفلفل ازاي وجميل. الطريقة دي احسن ما تسلقي العدس. كده هعمل الصلصة. معايا عصير طماطم وراسين توم كبار مفرومين، ومعلقتين صلصة، و2 مكعب مرقة دجاج، ومعلقة بابريكا كبيرة، ومعلقة كزبرة كبيرة، ومعلقة كمون.
هنا بقى الحركة اللي احنا هنعملها دي بتخلي الصلصة جميلة، هي والدقة بتاعة الكشري. هنجيب كده التوم المفروم والكزبرة معلقة كبيرة ومعلقة كمون، ونقلبهم في بعض كده، ندمجهم مع بعض كويس، وبعدين اقسمهم بالنص. هاخد نصهم للصلصة ونصهم للدقة بالشكل كده. كده بقى ندمجهم مع بعض كويس قوي، بتخلي ريحة الصلصة جميلة. ونسيت الخل جبته اهو. جبت حلة على النار، حطيت فيها زيت، حوالي 3 معالق زيت كده. هحط بقى نص التوم بالكمون بالكزبرة اللي احنا عملناه في الطبق، واسيب نصه للدقة. اهو قسمته بالنص بالمعلقة كده، هحطه في الزيت. احنا مش بنصفره على النار ولا حاجة، هنقعد نقلب فيه بس تشم ريحته كده على النار، وتروحي ومش هنطفي النار، هنروح حاطين عليه معلقتين خل بعد ما تشم ريحة الكزبرة والكمون والثوم. يعني مش بصفر عشان ما تبقاش الصلصة تقيلة. احنا بس هنديله 3 4 تقليبات كده على النار، وبعدين احط عليهم معلقتين خل. كده ما سبتوش يصفر ولا حاجة، انا اديته تقليبتين بس. هنزل عليه بقى دلوقتي بمعلقتين خل واقلبهم، وبعدين احط الصلصة وعصير الطماطم. اهو يا دوب بس كده يدي ريحة واروح نازلة عليه بالخل. اهو حطيت معلقتين خل عليه، وانزل عليه بالصلصة، اديهم تقليبتين مع بعض. نزلت بمعلقتين الصلصة، اقلبهم مع بعض، وبعدين احط عصير الطماطم. الحركة دي بتدي الصلصة ريحة جميلة. وفي حاجة كمان نسيت اقولها في المكونات، هحطها برضو الصلصة على النار، نص معلقة سكر. اهي حطينا عصير الطماطم عليها، هغطيها بقى لحد لما تتسبك. هدي عليها النار. اهي معلقة البابريكا. الصلصة بس بتعزز اللون، اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش، هي ومعلقة البابريكا يعني بيخلوا، عشان الطماطم الايام دي بيضة كده اهو. لما بتيجي تفرميها بتبقى بيضة مش حمرا. كده جبت مكعبين المرقة حطيتهم، برضو بتظبط الملح، هما بدوا نكهة بس في الأكل. نقلبهم كويس وبعدين ندوق، نشوف لو محتاجة شوية ملح بحط لها. قبل ما بتحط الملح عليها بتدوقيها الأول بعد ما بتحط مكعبين المرقة. هغطيها بقى. كده غليت معانا اهي. هدي عليها النار بقى لحد لما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. نص معلقة نص معلقة السكر عشان الحموضة والصلصة وكده. كده هنعمل الدقة مع بعض. هحط بقى نص التوم بالكزبرة بالكمون اللي احنا شلناه مع بعض من الصلصة، قسمناهم. في ناس بتعملها بمية سخنة وفي ناس بتعملها بمية باردة، كل واحد وراحته، هما الاتنين نفس النتيجة.
جبت مية كده بالشكل ده. بنحط عليها ايه دي بقى الدقة دي؟ بنحط عليها توم وكزبرة وكمون ومية وخل وليمون وشوية ملح. اللي عايز بقى يحط شطة يحط، بس انا ما حبيتش اعملها عشان الولاد وكده. في ناس بتعمل الشطة الحراقة دي شطة الزيت، بس هنا عشان خاطر ولادي وكده. اهو حطيت خل حوالي 4 معالق. هجيب لها كده ليمونة احطها لها، وهحط لها شوية ملح بكزبرة اللي احنا عاملينه في فيديو التوابل قبل كده. دي ليمونة اهيت هنعصرها عليها، وهحط لها شوية ملح بالشطة بكزبرة اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده في الفيديو بتاع التوابل. بدي الدقة برضو ريحة حلوة. انا بوريكم الملح اهو، هو ده ملح بكزبرة بشطة ببابريكا بكمون بفلفل اسود، عليه كل التوابل. اللي عايز يعمله انا عاملاه بالمقدار في فيديو التوابل قبل كده. هنقلبها بقى مع بعض وندوقها نشوفها عايزة ملح تاني او لا. هنا جبت البصل وقشرته وغسلته 3 معالق دقيق. الدقيق بيديله قرمشة وبيخلي ريحته حلوة، ما يخلوش يتحرق منك. يعني بيبقى مقرمش كده زي البصل اللي انت بتجيبيه من بره. هنا بقى اقسم الواحدة 2 واقطعه كده جوليان زي الهلال كده، شكل الهلال. انتي قطعيه وهو بتفكك معاكي بقى لما بتيجي تعمليه في الدقيق، اهو بالشكل زي ما انا وريهولكوا كده. هنقلبه بقى في الدقيق، هقطعه كله ونقلبه في الدقيق وبعدين احطه في الزيت نحمره. كده قطعته كله اهو معاكم. هحط عليه الدقيق واقلبه كويس كده بالشكل ده. حطينا بقى البصل في الزيت على النار عشان نحمره. بس اهم حاجه ايدينا فيه على طول عشان ما يتلسعش من ناحيه وناحيه لا، يبقى كله واخد اللون، لون موحد كده زي بعض. هكتب لكم برضو المقادير كلها في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده مثلث صغير كده جنب عنوان الفيديو، اللي بيدوس عليه بيلاقي المقادير كلها مكتوبة بالمقدار. كده بدأ ياخد لون معانا اهو بالشكل ده. اهو اتحمر معانا، هصفيه بقى واطلعه. بس في حاجة بقى بتعملوها، بتاخدوا معلقتين بصل من الاخر كده وتروح حاطينها على الرز ومقلبينه. دي بتخلي ريحة الرز جميل قبل ما نقلب في المكرونة. اهو حطيت معلقتين وقلبتهم في الرز. ده بدي الرز ريحة حلوة قوي قبل ما نحطه ونقلب عليهم المكرونة بتاعتنا. معلقتين كده من البصل مكان التحمير، وتروحوا حطاهم ومقلبة كل الحلة مع بعضي. هنا حطيت المكرونة بالشكل ده. هغرف بقى الأكل وأوريكم الأكل كله.
خلصت كده الاكل معاكم اهو وغرفته. اتمنى بس اللي يدخل القناه يعمل سبسكرايب للقناه وشير ولايك ويكتب كومنت. انا هكتب لكم برضو المقادير كلها في صندوق الوصف، صندوق الوصف السهم الصغير اللي جنب عنوان الفيديو، تدوسوا عليه هتلاقوا المقادير. مع السلامه.